بالضربه القاضيه على تيموراس ابو لاتسي. هذه ثلاثه ديال نزالات محمد ربيعي. النزال الرابع تنطلق المواجهه بطبيعه الحال. البدايه ربما تخلينا نشوفوا واش غنتابعوا جس نبض من جانب الملاكمين ولا الدخول في اجواء المنافسه، لانه هذه ملاكمه احترافيه وكنعرفوا منذ البدايه دخول اللاعبين في اجواء التنافس. نعم اكيد، على ان الملاكمه الاحترافيه تكتسي طبعا خاصا على مستوى المواجهه برقعه الحلبه. كما تلاحظون مشاهدينا، محمد ربيعي يعد الهجوم باليد اليسرى ويحاول يعني ضرب او اقتناص احد الضربات التي قد تؤثر على الملاكم الهنغاري، لما لا وتسقطه ارضا في احد الجولات القادمه. وربيعي كما هو معلوم فالاستعداد ديالو كان رفقه مدربه الجديد هشام نفيل، الملاكم اكيد الدولي السابق. كان استعداد يعني في مجموعه من المحطات المهمه خصوصا في العاصمه البلجيكيه بروكسيل، وقلنا تحت اشراف هذا المدرب. ضربه هنا يعني بدايه جد مشجعه من جانب الربيعي، وهذا هو الجميل في الملاكمه الاحترافيه. قلنا منذ البدايه دخول في اجواء النزال، وربيعي يعني يوجه ضربه قويه يعني بالشكل السريع، وهذا وقلنا هذا هو المميز في مثل هذه النزالات. كنشوفوا الطريقه والامتاع والابداع من جانب محمد ربيعي.